أزول ولن نزول، وإسرائيل لن تزول. إسرائيل القوية سحقت حماس الإرهابية. إسرائيل القوية سحقت حماس الإرهابية التي قتلت 1400 طفل وعجوز ورجل ومرأة، واغتصبتهم ووضعت بيبي في الفرن. و30 دولة 3000 يرقصوا، خطفت 30 فتاة وفتاة أمريكان سويدي، 30 دولة. يا للعار، تفكروا دائما 7 أكتوبر، تكلموا على 7 أكتوبر، هي من بدأت حماس. فلهذا حماس المسؤولة، ونحن ضد قتل أي واحد، طفل أو رجل أو مرأة، نفس الشيء. حماس المسؤولة. إسرائيل ردت، من حقها الرد، لا ترمي الورود في أي حرب فيه سيفيلس، نأسف في السيفيلس، لكن إسرائيل عملت المستحيلات لكي لا تقتل حتى سيفيلس، لا رجل ولا طفل. تقول لهم جيش إنساني ما رأيت في حياتي. إرهابيين في بلدين حماس، وتقول الآخرين اخرجوا اخرجوا، تعطيهم مناشير وبالاس ام اس وبالتليفون بالدليل برهان، اخرجوا سنقصف، وتعطي 24 ساعة وازحفوا الجنوب. إسرائيل جيش عظيم ما شفت في كل الحروب في سيفيلز، حاولت يعني ما تقتل ولا سيفيلز. حماس لم تعمل انذار، قتلت اطفال نايمين، يهود، اسرائيليين، عجائز، و30 دوله خطفتهم. قاطعه طرق مثل نبيهم محمد، جعل رزقي تحت ظل سيفي، وقتل اليهود بني قريظه من القينقاع، اطفال بني قريظه والكل. مش ندخل في الموضوع، فعلت نفس الشيء. اذا اسرائيل بحق الرد، وسحقت كالجرذان. حماس دخلت تحت الأرض كالجرذان، ودخلت لهم إسرائيل وقضت على كثير منهم تحت الأرض، وخلت الشعب الغزاوي فوق الأرض ذروع بشرية. كذلك استاتستيك أكثر من 90% من غزة مع حماس، استاتستيك أوفيسيال، فهمت؟ أثرت عليهم في صورهم يعني. وإسرائيل ستسحق حماس، صدقوني، تأخذ غزة. نحن ضد قتل السيفيلس، لكن في كل حرب ثم سيفيلس. حماس في دستورها تريد أن تقضي 3/6 على اليهود، قتلهم مثل القرآن، ومحمد قتل اليهود، وتأزيل إسرائيل بالكامل. تحلموا. إسرائيل نووية، عندها مئات القنابل النووية، عندها مئات القنابل الزلزالية تسونامية، عندها الفتاكة، عندها كل شيء، الربوات. وحماس ايش عندها؟ فوشيكات، بوم بوم بوم. الحرب ما بين فأر وغول، غول كبير، جرحت الغول لكن لم تقتلها، فالغول يجب عليها. نأسف للضحايا المدنيين وفورس، لكن إسرائيل ردت وأخذت كل غزة تقريبا، إلا يعني رقعة صغيرة وبس. وحماس تستعمل المساجد، ترمي الميسيلز، تستعمل مدارس، تستعمل الكنائس. الدليل برهان يعني موجود في التويتر واليوتيوب، ما تكذبوا علينا. إذا إسرائيل ستسحق حماس، وغزة ستكون عند إسرائيل، وإسرائيل ستختار مين يحكمها وتبقى هناك، فهمتوا، لكي تحمي شعبها. نصر زميرة هذاك هب 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 هب، ما يستطيع. من 2006 أخذ درس، ربع لبنان خراب تراب. قال اعذروني، في 2006 اختطفت 2 يعني جنود. فلهذا خايف، ما يستطيع. إسرائيل عندها النووي، عندها كل شيء باقية رغم أنفكم. احنا ضد العنف، لكن الحقيقة تقال. وإيران ما تستطيع تدخل، لأن أمريكا تنيكها، عندها أسلحة ما تشوف. الخطر هي حماس وإيران،
وحكومة قطر مدعمة. أما أمريكا والغرب، أمريكا، إسرائيل، أوروبا، الغرب، بأبي وأمي أفديكم يا غرب، أدافع عليكم. كنت مصر طول حياتي، كنت أحب فلسطين قبل، لكن الآن إسرائيل. القرآن أعطاها لإسرائيل وقوم موسى اليهود. المائدة 20 إلى 27: يا قوم موسى اليهود أعطيناكم الملك والنبوة وفضلناكم على العالمين. 21 المائدة: يا قوم موسى اليهود ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبت لكم ولا تنقلبوا أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا له فيها قوم جبارون. مش عرفات المصري، لا لا الصغير، لا جبارون. وشردوا في البرية 40 سنة ورجعوا ما في آية تنسخ كل أرضهم ولا قالهم أخرجوا. في القرآن أعطاها لإسرائيل وقوم موسى اليهود: ما تكذبوا يا مسلمين، أعطوا الأرض، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أطيعوا رسولكم، والحديث كثيرة. وهل أنتم كفرة جهنم خالدين. أعطوا الأرض. كذلك الأعراف 137: أورثنا الأرض المقدسة من مشارق، أورثنا الأرض من مشارقها إلى مغاربها لبني إسرائيل، يعني إسرائيل. والقرطبي يقول: أورث الأرض الله لأبوكم إسرائيل من الفرات إلى النيل، من العراق إلى مصر. ولا كلمة فلسطين. جيب لي كلمة فلسطين أعطيك 10,000 دولار، ما فيه. وهو كتاب تاريخ قديم. القرآن كذلك التوراة، كتب السماوية والأركيولوجيا وديفيد سيتي، أنا زرتها. أورشليم وتمبل سليمان والمسجد الأقصى هذاك بناه عبد الملك الكذبة، بناه عبد الملك بن مروان بعد 70 سنة من موت محمد كذبة. إذا الأرض لإسرائيل واليهود، حتى غزة أرضها، وهذيك الضفة الغربية جداي. فهمت؟ فما تكذبوا علينا. الفلسطينيين من حقهم يعيشوا، أنا مش ضد، لكن مسالمين. أما الإرهابيين المجرمين خرجوهم، ما عندكم مقام. كيف إسرائيل تقبل دولة حماس أو جهاد إسلامي أو إسلامية تريد أن تمحي إسرائيل؟ ما تقبل إلا عندما تكونوا نحوا من عقلكم هذاك الآيات القرآنية: قتل اليهود قردة وخنازير كالحمار أسفارا، قاتلوا توبة 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزهم سيقولون اقتلوا اليهود قردة وخنازير. تنحوها من عقلكم هذاك القرآن والإسلام ساعات تعطيكم دولة من حقها. ما تعطي دولة بجنبها تحب تقضي عليها عندما تقوى التقية. فلهذا يعني إسرائيل أخذت تقريبا كل غزة، خذ شوي. شكون تعذب فيها؟ شعب غزة. وكهو هذيك حماس إرهابية مجرمة، قتلت الأطفال، تخطف أطفال 9 أشهر أمريكية 12، وأطفال إلى حد الآن هي وأمها طفلة رضيعة. تتفاخروا من يخطف الأطفال نايمين وأمها، لأن محمد قال: جعل رزقي تحت ظل ربي. قتل اليهود وخطف نساءها. وصفية بنت حيي نكحها بعد قتل زوجها وعائلتها. تتفاخروا. يعني تشوفوا الفيديوهات، يعني إسرائيل باقية وتتمدد. نقطة وارجع للسطر. فهمتوا؟ وتعيش تحت إسرائيل. لو في دولة فلسطينية عربية دينها الإسلام ستقتل المسيحيين، تبدأ بالمسيحيين الفلسطينيين، لا ثم لا. عندما تكونوا علمانيين كلكم في عقلكم تعطيكم دولة. الآن لا. وقبل كان معاهدة السلام، قبل 7 أكتوبر يدخلوا الغزاويين يشتغلوا وكل شيء، والضفة الغربية. وعملت هذيك ما عاد يدخل حتى واحد ولا يدخلوا. إسرائيل تأتي من الهند وأوكرانيا وكل ما تخدم غزاويين. فينش. عملوا منازل قبل وكل. فهمتوا؟ والضفة كذلك كانوا يشتغلوا كويسين. فرح الآن فينش، ما عاد تقبل حتجيب من الهند وما تخرج من غزة إلا تضع واحد مثل بوتين وتتشاني هذيك، واحد مؤيدها. هي لا فتح ولا السلطة ولا حماس. تغير 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر عالم جديد مثل 11 سبتمبر. فرحوا الغزاويين، مش أكثريتهم، الأكثرية فرحوا الحلوى 7 أكتوبر و11 سبتمبر. يا للعار، ما تفرح القتل. نحن مع الحب والمحبة والاحترام والتقدير. حماس هي المسؤولة على كل القتلى، ليست إسرائيل. هي بدأت. لو ما بدأت ما كان فيه. كانوا غزاويين يشتغلوا في غزة فرحانين، عملوا منازل وكل. ما تكذبوا علينا.